ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى اوريكم الحمام بعد ما خلص وخلص علينا. موضوع صعب جدا. يلا عدت على خير. بصوا ده بقى ايه السيراميك. انا هاخدكم كده بس حاجه حاجه علشان ما تتوهوش مني، ماشي؟ السيراميك دي كده اول حيطه في الوش اللي هي فيها البانيو، ماشي. انا كنت عايزه السيراميك يبقى معظمه ابيض وواحده بس سودة زي ما انتم شايفينها اللي فوق دي، تبقى يعني واحده زي ما موجوده كده او زي ما معموله، وتحت يبقوا اتنين بس اسود. بصوا بقى الراجل اللي جبنا منه السيراميك مأكد عليه على النقطه دي بالذات. وبصوا جايب لنا قد ايه اسود، لدرجه ان العمال اللي كانوا شغالين قالوا من كتر الاسود هنعمله كمان في العمدان. ادي عمود اسود، ادي عمود تاني اسود. انا برضو ما كنتش عايزاه اسود كده، كنت عايزاه ابيض برضو، ونهاية الابيض تبقى مع نهاية الحيطة، يعني يبقوا ماشيين كده بالتساوي كده مع بعض. طبعا اللي حصل ان من كتر السيراميك الاسود فاضطروا ان هم يعملوا بيه العمدان كمان. دي اول حاجة. فيعني حاولت ان انا اتقبل الشكل لما قالوا لي لا شكله حلو وكده، وكل اللي يشوف يقول لي لا حلو تمام، فتمام ماشي هنعديها. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى لسه برضو ما خلصتش. فيش الكهرباء اهي. دي المفروض الفيشه اللي هي عند الوحده بتاعه الحوض اهي. دي كده وحده الحوض. هحكي لكم دلوقتي قصه الطبق اللي فيه اسمنت ده، بس انا هاخدكم واحده واحده عشان ما تتوهيش مني. لسه ما خلصناش، ادعولنا بقى كده تخلص على خير عشان انا بجد خلاص تعبت. وكمان جوزي كتر الف خيره تعب جدا وخس جدا الفتره دي، مش فاهمه كان بيهد معاهم. الشباك برضو لسه ما تركبش. انا كنت طالبه فيه تعديل كده وان انا اغير لونه، فلسه برضو ما اتعملش. الدش بقى عشان ما انساش، انا كان نفسي في الدش اللي هو بتاع الشاور روم. مش عارفه هو ليه اسم كده، بس مش زي ده اللي انا كنت وريته لكم، اللي هو نازل منه الوان كده، اللون الروز جولد والجولد والسيلفر بشاشه كده. ف جوزي بقى اقنعني قال لي لا مش هينفع ان احنا نجيبه علشان ده عايز شاور روم، ف مش هينفع ان احنا نجيبه. خلينا في ده. التاني بيبقى فيه من هنا الجزئيه دي كده كلها بيبقى فيها زي دش صغير كده، كذا دش صغير بيطلع ميه، فالميه هتيجي الناحيه التانية في الحيطه اللي في الوش، هتضرب كده في الحيطه اللي في الوش طول ما مفيش حاجه حاجزاها. فالشاور روم طبعا بيبقى فيه ازاز، فالازاز هيمنع بقى ان الميه تعدي الناحيه التانية. فهي دي كانت وجهه نظر، وبصراحه انا اقتنعت بيها وجبت اللي هو الدش العادي، لان انا اصلا ما كنتش عايزه اعمل شاور روم، كنت عايزه اعمل بانيو عادي جدا زي ده. قولوا لي ايه رايكم في البانيو. انا اخترت اللي هو البانيو السيرف، ما رضيتش اجيبه اللي هو البانيو العادي اللي هو الطويل طول ده، حسيت ان ده شكله احلى وكمان هيلم معايا في المساحه اكتر. التاني بصوا هيبقى لحد هنا مثلا اخره، فحاسه ان هو كان هياخد من مساحه الحوض، كان هيضايق اي حد واقف هنا على الحوض، كان هيضايقه. فحاسه ان ده افضل، وكمان مساحته برضو كويسه مش صغيره. انا اخترت 70 في 190، 70 في 190 او 180 مش فاكره بالظبط. بس كده. ده بقى طقم الاكسسوار ده هو بيتفرش في الارض، ده اسمه ايه؟ الدواسات. هما بيبقوا قطعتين كده، هي رمزه بس استعجلت ان هي تدخلهم، انا قلت لها لسه ما خلصناش ولا مسحنا ولا خلصنا، انا يا دوب بس كده لميت مكان العمال لو كانوا شغالين كانوا طبعا مبهدلين الارض وكده، يا دوب بس لميت مكانهم مش اكتر. بس دي كانت الدواسات كده عجبتني، فقلت اجيبها بقى ايه للحمام الجديد. بصوا ده مكان القلم اللي كان بيعلم بيه. دي برضو من طقم الاكسسوار اللي هي المناديل،
ودي الفواطه، ودي اسمها ايه بتاعه الفرش دي برضو لونزه. حطت على طول الفرش والمعجون. هو كان عايز يعملها لي فوق هنا، فقلت له لا، افضل ان انت تعملها جنب المرايه على طول. ودي اهي اللي هي اسمها ايه، شماعه برضو بتعلقي عليها البورنوس، البشكير، الحاجات دي. وهنا خليت الكهربائي يعمل لي وصلة كهرباء، علشان احط بقى على المرايه ليد من ورا، احط كشاف كده، سبوت، اي حاجه عشان تديني اضاءه كويسه. ده برضو للفوطه، الفوط الصغيره اللي بنشف بيها الايدين، بتبقى موجوده هنا جنب الحوض على طول. ودي صبانه. تعالوا بقى اوريكم بقى وحده الحوض. بصوا هي سوفت كلوز، ايه دي اول درج فيها، لسه بقى ما تنضفش ولا اي حاجه خالص، احنا بس بوريكم هنظبطهم مع بعض. اقفلي. قفلت. هي حلوه وشكلها شيك جدا، بس حاسه ان هي عايزه عنايه خاصه. فلو عندكم كده اي اقتراحات او اي فكره تقدروا تقولوها لي عشان اقدر احافظ عليها، تمام. المكان اللي انا جبتها منه قالوا لي ان هي بتستحمل الميه تمام، مفيش مشاكل. بس انا عايزه اقول لكم بعد يوم استخدام حسيت ان الخشب، بصوا، حسيت ان هو طلع كده من مكانه شويه. مش عارفه هل ده احساس كده، مجرد احساس، ولا ده بجد، مش عارفه بصراحه. بس انا حاسه اهو، بصوا طلع. فعايزه احافظ عليها، مش عارفه اعمل ايه. فكرت لها في فكره كده، هبقى اجرب كده اعملها واشوف هتنفع ولا لا. بصوا بقى الطبق ده اللي كانوا بيعجنوا فيه، عملوا فيه اسمنت. مش عارفه الاسمنت ده بقى هيطلع ولا ايه، اجرب كده. اشيله كده باي حاجه، سكينه معجونه او اي حاجه، اشوف هيطلع ولا لا، وبعد كده نقعه في الميه. بصوا حلق الباب مركبش، او اللي هي السدابه اللي بتتركب على الحلقه دي، مش عارفه اسمها ايه بالظبط، مركبتش. فهو اتصرف كده وحط لنا الدفايه دي. انا مش عارفه بصراحه ايه الحل الفظيع ده، بس تمام يعني. هو لحد بكره بس. آه كمان الباب الخشب كان بيتفتح الناحيه دي، ناحيه الحوض. انا عشان غيرت مكان الحوض والقاعده، خليتهم عكس بعض. الاول مكان القاعده كان هنا والحوض كان الناحيه التانية، فانا غيرت مكانهم. يا ريتني ما غيرت مكانهم بصراحه. الباب هيتفتح هيعاكس الحوض، ممكن لا قدر الله ان الحوض يتكسر او التقفيله تتجرح. فقررنا خلاص مش هنركب الباب الخشب، هنجيب باب اكورديون. فيارب يكون ده حل امثل يعني. طبعا مع بناتي انا بصراحه خايفه جدا من الموضوع ده، لان هم بيكسروا اي حاجه قدامهم. فربنا يعديها على خير بقى. بس كده، ده بقى شكل الحمام النهائي. يا رب يكون عجبكم. بصوا انا عايزه بقى ايه، كومنتات ايجابيه كده، مش عايزه تقولوا لي اي حاجه وحشه، عشان انا مش عايزه اتقفل بصراحه منه، خاصه اللي هو السيراميك الاسود ده. يعني بصوا حاولوا انتوا تضحكوا عليا كده وتقولوا لي السيراميك حلو وشكله جميل وكده. ف مش عايزه اي كلام يقفلني منه بصراحه. بس ده بقى الشكل النهائي. ماشي، يلا اشوفكم على خير. لايكات كتير بقى للفيديو. بصوا سميت الله كده بقى قبل ما ابدا، وقلت ايه، يا رب عيني وقويني عشان الحق اخلص قبل ما البنات يصحوا، عشان لو صحيوا الموضوع بقى بيبقى مختلف تماما. دي عايزه تفطر ودي عايزه تغير وكل واحده طبعا بيبقى ليها طلب غير التاني. انا اهم حاجه بس كنت عايزه الم لهم الدنيا بره، علشان يتحركوا في الشقة براحتهم. الدنيا متطربة جدا، طبعا هيتبهدلوا، التراب غلط عليهم. فانا اول حاجة فكرت اعملها ان انا انضف كده بس الشباك على السريع، اغسله كده غسلة حلوة، وبعد كده بقى هطلع بره على الطرقة والريسبشن، انضفهم كويس جدا من التراب قبل اي حاجة.
لان زي ما قلت لكم هم اول ما بيصحوا بينطلقوا بقى، فانا مش عايزه احصرهم في الاوضه يفضلوا بس موجودين في الاوضه، لان هم بيتضايقوا طول ما انا ببقى قافله عليهم الاوضه وبعمل مثلا اي حاجه بره، هم بيبقوا متضايقين، بيبقوا عايزين يطلعوا لي. فمش عايزه بصراحه ان انا ايد حريتهم، فعايزه اخلص بس من التراب اللي في الارض الاول، وبعد كده اعمل اي حاجه تانية. غسلت الشباك كده غسله معتبره، لان انا مش عارفه لحد دلوقتي، يعني لسه ما اخدتش برضو القرار بنسبة 100% اذا كنت انا هعمله تعديل ولا هركبه زي ما هو، مش عارفة بصراحة. فانتوا قولولي برضو رأيكم ايه، اعدله واغير اللون ولا هو كده تمام؟ بس بعد بقى ما خلصت غسلت الشباك، قلت ابدأ حاجة حاجة كده بالطريق. اول حاجة كانت في سكتي الطرقة. نضفت كل التراب اللي فيها، كنسته، والصروف كمان اللي بتبقى عند السيراميك دي كانت برضو متبهدلة جدا. وطبعا الحيطان بقى والسقف وكل الكلام ده كله انا عارفة ان هو متبهدل تراب والنجف والدنيا دي كلها، بس انا زي ما قلت لكم كنت عايزة اخلص من الارضية الاول، علشان لما البنات يصحوا تبقى الدنيا معايا سهلة ويتحركوا براحتهم. خلصت الارضية بتاعة الطرقة، وبرضو قلت ايه اعمل السقف كده اشفطه بالمكنسة، لان الجبسن بورد كله حوالين داير كده اكيد التراب دخل فيه. فانا بصراحة مش عايزة التراب ان هو يبقى متكون فيه كده وابقى انا مثلا ناسياه، لا انا قلت هاخده هو برضو اول حاجة، وبعد كده انزل على الارضية. هو ما بياخدش وقت معايا، بالمكنسة كده بشفطه وفي ثواني كده ببقى مخلصاه. مش هعمل حيطان زي ما قلت لكم، هي بس الحيطه الوحيده اللي انا هعملها الاول، علشان انا دي مضطره اعملها اول حاجه، اللي هي بتبقى ورا الانتريه على طول، عشان اعرف ارجع الانتريه تاني مكانه لازم كنت اعملها هي الاول. وبعد كده بقى هعمل الارضيه، هكنسها كده كنسه حلوه، وبعد كده همسحها. بس بعد كده لما اخلص خالص بقى، حتى لو البنات صحيوا مش مشكله، هبقى اعمل الحيطان انا بقى، لو في مثلا وقت عندي النهارده كفايه هعمل الحيطان، مفيش هاجلها لبكره، مفيش مشكله خالص. اهم حاجه بس ان انا اخلص الارض، هي دي اللي احنا بنتحرك فيها، وهي دي بصراحه اللي انا عايزه اخلص منها. شفتوا بقى المشمع اللي اتشال دلوقتي من على النيش والدلسوار؟ عايزه اقول لكم بجد ربنا يبارك له ابو البنات، هو صاحب الفكره دي. انا ما كنتش عارفه هعمل ايه لو ما كانش المشمع ده اتحط على الحاجه، بجد المشمع ده شال بلاوي، بلاوي حرفيا. كان مليان تراب بطريقه بشعه، مع التكسير بقى، التكسير اللي حصل في الحمام، الشقة حرفيا كانت مردومة زي ما شفتوا. فطلع بقى كله على العفش. انا طبعا كنت خايفة جدا ان الشقة ما اقدرش ان انا يعني انظف بقى التراب كله اللي جه عليها. بس اكتر فكرة عملناها بجد كانت حلوة قوي وحافظت الى حد ما على العفش، هي فكرة ان انا اغطي الحاجة بمشمع. وطبعا المشمع معايا ما كانش مكفي قوي، فكملنا الباقي بالملايات بقى والحاجات اللي انتوا شفتوها دي. بس اهم حاجة ان احنا غطينا الحاجة، يعني مثلا لو الحاجة جالها ضرر بنسبة 10%، فاحنا الباقي ده كله كنا محافظين عليه. فاي حد هيعمل كده، هيكسر هيوضب اي حاجة في الشقة، اول حاجة تفكروا ان انتوا تعملوها ان انتوا تغطوا العفش، بجد لازم تحافظوا على العفش بتاعكم، لان زي ما قلت لكم بنقلل نسبة الضرر اللي هتقع عليه. طبعا الحاجة دلوقتي بقت اسعارها عالية جدا، فكل اللي عنده حاجة بقى يحافظ عليها ويخلي باله منها كده كأنها عيل من عياله. شايفين بقى الحيطة اللي قدامكم دي؟ بسم الله ما شاء الله، يعني كده حاجة كده بلا فخر، رطوبة ناشعة في الحيطة كلها. انا بصراحة غلبت فيها، مش عارفة اعمل ايه. جربت معاها كل الحلول اللي ممكن تخطر في بالكم، كل حلول الارض جربتها، مش عارفة اعمل ايه بصراحة. يعني بيضتها مرتين، وحد متخصص، يعني هو نقاش، مش مهندس ديكور او حاجة، بس طبعا فهم في الشغلانة بتاعته كويس جدا. جا وقال لنا احنا لازم نستخدم سيلر حراري، وعملنا فعلا كده. وبرده قال لنا مش هكدب عليكم، هي هترجع تاني، وفعلا رجعت تاني اسوأ من الاول، لان علاج الرطوبة ما بيتعالجش، هو مفيش علاج جذري لحد دلوقتي ظهر على وجه الارض ان هو يكون حل جذري للرطوبة. وعايزة اقول لكم كمان ان انا ولا دور اول ولا دور تاني، فالرطوبة دي جت ازاي كده في الحيطة دي؟
ومش تحت، يعني زي ما انتوا شايفين مش تحت في الارضيه، لا هي في نص الحيطه. فبصراحه مش عارفه حلها ايه، انا غلبت فيها خالص. ان شاء الله باذن الله هحاول كده اشوف لها حل. في بوستر كبير كده، انا اصلا كنت حاطه تابلو 3 قطع في المكان ده، بس التابلو ده للاسف جه عليه رطوبه واتبهدل جدا من ورا، والورق بتاعه زي طلع كده من مكانه، يعني اللزق فك منه، لزق الطباعة نفسه، يعني طباعة الصورة نفسها فكت كده من مكانها. طبعا هو مش العيب في الماتيريال فيه خالص، لا ده هو فضل قاعد صامت كده فترة حلوة جدا، ما تأثرش بالرطوبة على طول. هو خلاص بقى يعني جاب اخره كده، اللي هو شوفوا حل تاني غيري بقى، غير ان انتوا تحطوني انا. التابلو ده بجد كان عزيز عليا جدا، لان كنت داخله بيه، كنت متجوزه بيه وما كانش موجود خالص منه، يعني كنت مختاراه كده قطعه نادره. دلوقتي طبعا هو انتشر جدا، بس انا اخترته عشان كان مميز وما كانش لسه طلع قوي، ما كانش لسه في حد جايب الطابلو اللي هو ال3 قطع دول، كان اللي هو البرواز العادي التقليدي. فانا كنت بحبه قوي، فبصراحه زعلت عليه يعني، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ان اي حاجه بتحصل بتيجي في الحاجه مش بتيجي فينا، الحمد لله رب العالمين. بس فانتوا بقى شوفوا لي بقى حل، انا كده كده عايزه اغير لون الحيطه، انا مش عارفه بصراحه ايه اللي خلاني اعمل اللون ده، مش عارفه كان عقلي فين، بس تمام يعني. ما علينا، ان شاء الله اغير لون الحيطه. بس قولوا لي بقى فكره اعملها في الحيطه دي، غير ان انا ابيضها تاني او ان انا اعالجها بالبياض. هي هتتبيض بس مش هتتعالج، فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني انا هغير اللون عشان عايزه اغير اللون، مش عشان هعالج الحيطه. الجزئيه بقى اللي هي بايظه من الحيطه دي، لو عندكم اي فكره اضيفها للحيطه دي ان هي تداريها، تغطي الشكل ده عامه، فقولوا لي بقى كده افكاركم ايه، او انا ممكن اعمل ايه. بس رجعت بقى الانتريه تاني مكانه، عشان كده انا كنت بلمع الحيطه دي زي ما قلت لكم. وهعمل بقى برضو ورا الانتريه التاني، بحيث ان كل الارضيه كده تبقى معايا نظيفه مفيش تراب خالص. مش هشيل الفرشه اللي انا كنت حطاها على البلتكنه دلوقتي، لان انا اصلا عايزه انزلها وهغسلها، مش عارفه بقى اذا كنت هغسلها في البانيو ولا هوديها الدراي كلين. بس في تلك الاحوال انا مش هفردها دلوقتي يعني. قلت بالمرة بقى طالما هغسل البلتكنة التانية اللي هي بتاعة الطرقة، البلتكنة بتاعة الطرقة دي شالها خالص، هي مش تقيلة مش تهمة زي بتاعة الانتريه، فاتشالت كده يعني بسهولة شوية. فقلت خلاص هغسلها ان شاء الله بعد ما لما انضف البيت. التانية بقى بصراحة اللي صعبة جدا، فمش عارفة زي ما قلت لكم اخد القرار في الموضوع ده، اذا كنت هغسلها. انتوا عارفين لو هي هتتغسل و... وتنضف يعني هقدر عليها، انما هي تقيلة فده اللي مخوفني. ممكن معرفش بصراحة ان انا اتحكم فيها وانا بغسلها. فلما ينزلها لي كده ان شاء الله هشوف بقى اذا كنت هقدر ولا هوديها بره. بس انا كده خلاص بقى، يا بصوا الراحه النفسيه مش قادره اوصف لكم بقى. اول ما شفت كده ان الارض خلاص مفيش بقى فيها تراب، مفيش فيها عفر، مفيش فيها اي بواقي بقى من اللي كانت العمال بيستخدموها، بصوا ارتحت جدا. اخر حاجه بقى المسيح، قلت خلاص همسح بقى الارض، امسحها كده مسحه كويسه، طبعا بالشرشوبه مش هينفع خالص بالموب، عايزه مسحه حلوه كده معتبره. فقلت هعملها بالشرشوبة كويس. وبرده في مسح تاني اخير اللي هو الفينش بقى، بس بعد بقى ما اخلص كل حاجة، يعني انا دلوقتي بس بمسح مكان التراب والعفرة. بعد كده بقى ان شاء الله قلت همسح بقى مسحة اخيرة، بس لما اخلص بقى نظافة الشقة كلها امسح مسحة اخيرة، وبعد كده افرش بقى. خلصت بقى الريسبشن، لسه بقى الحيطه اللي انتوا شايفينها دي لسه انا ما عملتش فيها اي حاجه خالص، ما مسحتهاش ولا اي حاجه، هي لسه برضو يعتبر فيها عفره. بس انا زي ما قلت لكم كنت عايزه اخلص من الريسبشن ده بالذات، والطرقه والاوض. بصوا قولوا لي بقى لو انتوا عندكم حل بالله عليكم في موضوع الاسمنت اللي كانوا بيعجنوا فيه في الارضيه. الفواصل بتاعه السيراميك بقى لونها اسود حرفيا من الاسمنت اللي كان بيتعجن، ما كانش في مكان ان هم يعجنوا فيه غير الريسبشن. فطبعا السيراميك باظ حرفيا باظ، انا زعلت عليه جدا بجد، يعني انا مش هصلح حاجة من ناحية ومن ناحية تانية حاجة تبوظ. فبجد الواحد مش ملاحق بقى يعمل ايه ولا ايه.
فالحمد لله على كل حال. انتوا قولوا لي بقى، لو برضو انا مش عارفه، انا عايزاكم تقولوا لي على حاجات كتير اعملها، انا حاسه ان انا محتاسه. قولوا لي بقى لو في حل للفواصل اللي بقت سودة بسبب الاسمنت دي، والسيراميك كمان نفسه. هجرب كده ان انا يعني اكحته كده شويه بسكينه المعجون، هشوف برضو هيطلع ولا لا. هجرب هشوف. بس عملت بقى السيرف بتاع الدلسوار ده، عملته كده بالمكنسه. المكنسه ليها كده قطعه بيبقى ليها بوز كده شويه، بعمل بيها السروف بتاعه الدلسوار علشان بيدخل فيها التراب ما بين الازاز وما بين الخشب، فبيبقى صعب بقى ان القماشة تجيبها او تنضفها. استخدمتي فرشة، استخدمتي اي حاجة برضو مش هتجيبها. فاكتر حاجة بستخدمها وبتطلع التراب ده جدا بيبقى فلة كده. هو القطعة اللي بقولك عليها في المكنسة دي اللي انتوا شفتوها دلوقتي، بتشفط التراب كله اللي ما بين الازاز وما بين الخشب. نضفت بقى البوفيه كويس جدا ولمعت النيش وظبطت الدنيا خالص في الريسبشن، وقلت بقى اخش اشوف المعركة اللي مستنياني في المطبخ، وما ادراكم ما المعركة. بجد حاجة تحزن القلب زي ما انتوا شايفين كده. ايوه هو كده البيت المهجور. بصوا، المطبخ حرفيا مردوم تراب. دي بقى الكوبايات مكان العمال، وفناجيل قهوة، و اسمها ايه ده، اسمه ايه، براد وكنكه وحاجات كده كتيره جدا. انا قلت فناجيل، فناجيل ايه، فناجين. مش عارفه في ايه. بص انا خلاص انا هنكت يا جماعه. المهم بقى، قلت خلاص هنضف كل التراب اللي على الرخام كله، هنزل كل التراب. وبعد كده بقى اقول ايه، الله المستعان، ونبدأ بقى نشوف هنعمل ايه. اهم حاجة بس انضف كل العفرة دي، انزلها كده في الارض. وهغسل بقى البوتاجاز والمطبخ غسلة حلوة قوي. انا فرهطت يا جماعة بجد حرفيا. انتوا ممكن تشوفوا الفيديو مثلا كام دقيقة كده، اللي هو مش بياخد وقت، بس لا بجد بياخد وقت كبير، بياخد مجهود كبير ان انتي كده تخشي. ده بالنسبة لي دي تنظيفات عميقة، فبتاخد وقت وبتاخد مجهود. دايما كده كنت يعني لما بتحط في مواقف زي كده بقول ايه، يعني يا ريتني كان عندي اخت بنت كانت جت ساعدتني، كانت جت شالت عني شويه. وبعد كده برجع اقول ايه، خلاص يعني هو ده نصيبي بقى. فالواحد يعني يحمد ربنا على اي حاجه، طبعا الحمد لله يا رب، اللهم لا اعتراض على اي حاجه، وعلى اي قدر بتكتبه لنا احنا راضيين يا رب. بس ساعات كده الواحد بيقول ايه، يعني لو كان عندي بنت اخت. وبعدين بقى برجع اصبر نفسي اقول ايه، انا عندي بناتي ربنا يخليهم ليا يا رب ويحميهم، بكره ان شاء الله يبقوا جنبي، وهم دلوقتي اخواتي وكل حاجه ليا اصلا في الدنيا يعني. ربنا يحميهم. هم طبعا اخواتي الولاد حبايبي وربنا يخليهم ليا وكل حاجه، بس كل واحد بيبقى ليه وظيفته. يعني مثلا ما ينفعش الولد تقولي له لا اصلك تعالى، اصل انا محتاسه في اللي انا فيه فعايزه حد يقف معايا. طبعا لا، هو ربنا يخليهم ليا يا رب ويبارك لي فيهم اخواتي. بصراحه انا مش عارفه من غيرهم في حاجات كتير كنت هعمل ايه. هما الاخوات دايما بيكونوا سند لبعض، سواء بقى اولاد او بنات. لازم نعلم ولادنا كده يا جماعه، لازم نربيهم على كده، ان انتوا تبقوا سند لاخواتكم. اخويا او اختي دول يعني انا، زعلهم بيزعلني، فرحهم بيفرحني، ولادهم ولادي. اوعوا تخلوا في يوم من الايام حد يقف ما بينكو او يفرق ما بينكو بكلام، او بص مثلا دي اختك عملت ايه، او بص ده اخوك عمل ايه. اوعوا تخلوا الشيطان يدخل ما بينكو وما بين اخواتكم. حصل مثلا منها اي حاجه مش كويسه، حصل منه اي حاجه مش كويسه، دي بتبقى تصرف من الشيطان علشان يوقع ما بينكم. فياريت ما تدلهوش الفرصة لكده. ما نبقاش واقفين لبعض على الواحدة، ما يبقاش كل تفكيرنا بص ده عمل ايه، بص دي سوت ايه. لا، نعدي لبعض يا جماعة، الناس طباع، وطباعنا كلنا مش واحدة. كل واحد فينا عنده دماغه، عنده تفكيره مختلف عن التاني. افرحوا ببعض، اتبسطوا ببعض، اتبسطي ان ربنا مديكي نعمة كبيرة، نعمة الاخ، نعمة الاخت، نعمة السند. دول سند، دول عزوة في حياتنا. فافرحوا ان ربنا مديكوا ناس بيحبوكوا.
وكل واحد فينا المفروض يقدم احسن ما عنده للتاني. ما نقولش مثلا لا ده بص انا عملت ايه وهو بيعمل ايه، بص انا عملت ايه وهي بتعمل ايه، لا. ما تحطوش مقارنة لبعض. الموضوع مش جميل. انا مش بعملك علشان خاطر يبقى عليكي مثلا عندي جميلة فانت تردهولي، او العكس، لا خالص. انا بعمل كده علشان ده واجبي. انا بقف جنب اخويا او بقف جنب اختي علشان ده المفروض يحصل، علشان المفروض انا اكون سندهم وهم يكونوا سندي. مش موضوع خالص هات وخد ابدا. لان انا بسمع احيانا بعض المشاكل كده بشوفها قدامي، اصل انا عملت وعملت واختي مثلا ما عملتش معايا، او بص مثلا اخويا مراته اخويا بتعمل ايه وانا عملت معاهم ايه. لا حبيبتي، انت بتعملي في الاول وفي الاخر عشان ربنا، علشان ربنا، وعلشان دي صلة رحم، وعلشان ده المفروض انك تعمليه. فما تستنيش المقابل، وكوني على يقين ان اي حاجة انت بتعمليها ربنا هيردها لك الضعف. اي حاجة كويسة انت بتعمليها مع اي حد ربنا ان شاء الله هيجزيكي خير عليها، ويقعدها لك بقى في ولادك، في حياتك، في رزقك، في بركة بيتك، في بركة حياتك كلها. ربنا هيبارك لك في كل حاجة وفي كل خطوة انت بتاخديها في حياتك. دايما خليكي سباقة بالخير، وما تستنيش اي مقابل من اي حد. زي ما قلت لكم احنا في الاول في الاخر بنعامل ربنا، واللي بنعاملهم دول هم اقرب ناس لينا في الدنيا كلها، اغلى الناس على قلوبنا، اللي بيتمنوا لنا ونتمنى لهم كل خير وكل سعادة. ربنا يا رب يرزقهم كل خير، ويجعل ايامهم كلها فرحة وسعادة، امين يا رب العالمين. انا بعتذر لكم طبعا على الصوت اللي جنبي، فالانسه بسان صحيت، فحابه كده ان هي تصبح عليكم فبتعرفكم بقى ان هي صحيت بالقلق اللي هي عاملاه ده. انا ما بعرفش ابدا اسجل الصوت وانا البنات صاحيين كده حوالين مني، بحس ان هم بيشوشروا عليا او ان انتوا هتبقوا متضايقين. فاكتر وقت بحب ان انا اسجل لكم فيه الوقت اللي هم بيكونوا نايمين فيه. تعالوا بقى نرجع نشوف كده احنا عملنا ايه ووصلنا لحد فين. انا كده خلاص خلصت الرخامه ودخلت بقى على البوتاجاز. البوتاجاز بس هو كان مليان تراب بس نضيف، يعني انا اصلا كنت غسلاه قبل ما امشي، بس ما كانش هينفع طبعا ان انا اقفل الازاز واقفله خالص، لان طبعا زي ما انتوا عارفين العمال شاي وقهوه والكلام ده، فكنت سايباه مفتوح. ومش مشكله بقى نلمعه كده ونظبطه بعد ما نرجع. هو ما ضايقنيش في التنظيف خالص، زي ما قلت لكم ما كانش عليه دهون او اي حاجه، كنت غسلاه لمعته بس كده، شلت من عليه التراب ولمعته بليفه، واللي هو الصابون السائل بتاع المواعين. ما استخدمتش اي منظفات خالص على فكره، ولا في الرخامات ولا في اي حاجه خالص. المنظف اللي انا استخدمته اللي هو سائل المواعين، هو اللي عملت بيه المطبخ كله بصراحه، لان المنظفات من عندي كانت خلصت. فان شاء الله نبقى نروح كده نشوف المشتريات بتاعتنا بتاعت المنظفات ايه، واصور لكم انا جبت ايه وايه الحاجات اللي انا بستخدمها، وايه الحاجات اللي بجيبها على طول ومش بستغنى عنها. بس للعلم احنا مفيش اي حاجه خالص بتوقفنا. يعني انا دلوقتي ما عنديش اي منظفات، يعني انا هفضل بقى قاعده مستنيه لحد ما اجيب منظف واشتغل بيه بقى واشوف انا هعمل ايه؟ لا خالص. بنصرف نفسنا باللي موجود، وهننضف برضه وحاجتنا هتبقى زي الفل. وبالمناسبة كمان انا استخدمت المسح الارضيات الجنرال، وكمان عملت بيه الحيطان، ما غيرش ولا عمل معايا اي حاجة خالص، بالعكس نضفها. كمان انا الارضيات عندي لونها اسود وكمان مط. فطبعا انتوا عارفين ان اي سيراميك مط لازم يبقى ليه كده عناية خاصة في المسيح علشان ما يجيرش معانا. فهو احلى حاجة بقى عجبتني في جنرال ان هو مش بيجير خالص الارضيات ولا بيجير الحيطان، لان استخدمته كمان للحيطة. النهارده قلت هنضف الشقه او اللي هقدر عليه، يعني النهارده عملت الريسبشن والمطبخ والاوضه طبعا اللي احنا قاعدين فيها. وبعد كده بقى هبقى افرش بقى واحط بقى الديكورات بقى والفينش الاخير ده في الاخر. بس اهم حاجه عندي بس ان البيت يبقى نظيف، علشان البنات والتراب طبعا ما ينفعش ان هم يقعدوا فيه. فانا اكتر حاجه كنت عايزه انجزها ان انا اشيل التراب والعفره من البيت الاول. شايفين الفرق؟ فرق شاسع طبعا قبل وبعد. الحمد لله يا رب، ربنا يديم علينا نعمة الصحة.
شايفين دلوقتي الدنيا نورت ازاي؟ مش عشان النظافه بس، لا عشان النور جه. لان انا كنت بشتغل لكم الاول والنور قاطع، طبعا انا مش عايزه اضيع وقت، مش لسه هستنى بقى لحد ما النور يجي و... وابدا اشتغل وانضف وكده. فقلت لا، هشتغل هو على اي وضع لازم اخلص النهارده. النور قاطع بقى، ما عنديش منظف، ما عنديش مش عارفه ايه، هخلص يعني هخلص النهارده بعون الله. الحمد لله رب العالمين، كنت قد التحدي وخلصت الريسبشن وخلصت المطبخ وخلاص بقى انا كنت خلصت. يعني بجد ما كنتش قادره كده ادوس على رجلي من التعب. فقلت خلاص النهارده هنقضيها كده في الغداء اي حاجه. عملت لهم بطاطس محمره وعملت لهم شكشوكه، مش قادره اقول لكم بقى على الشكشوكه بتاعتي تحفه. ان شاء الله ابقى انزل لكم فيديو تاني الطريقه بتاعتها، لان النهارده ما كنتش قادره خلاص اصور تاني ولا احط السمنه. وعملت جبنه بالطماطم كده والفلفل وزيت الزيتون والكمون، والحمد لله ده كان غدانا. مستنيه بقى تشجيعكم ليا ودعمكم بانكم تعملوا لايك ومتابعه ليا. اوعوا تنسوا رايكم، عايزه راي كل واحده فيكم في الحمام، ولو في اي تعديلات فيه او اي حاجه بسيطه كده تبقى في متناول ايدينا ان احنا نقدر نعملها، قولوا لي على طول وما تبخلوش عليا. مع السلامه.